بيقول لك مرة واحدة اتصلت على أمها وقالت لها أنا جوزي مزعلني، أنا جاي أقعد عندكم في البيت. أمها قالت لها ما تجيش، جوزك محتاج عقاب أكبر من كده، اقعدي في البيت وأنا هاجي أقعد معاكي. هجمة مرتدة. بيقول لك لما بنت تسوق طيارة، أعزائي المسافرين والله العظيم مصر كانت هنا بس ما أعرفش راحت فين. بيقول لك مرة واحد بيجري ورا القطر بسرعة وكل شوية يقع ويقوم يجري تاني، يقع ويقوم يجري تاني. الناس اللي في القطر شافوه وفضلوا يضحكوا عليه، فواحد طلع له من الشباك وقال له يا عم خلاص احنا متنا عليك من الضحك. رد وقال له ولسه هتموت علشان انا سواق القطر. بيقول لك مرة ظابط بيتصل بمديره في الشغل وبيقول له يا فندم في جريمة حصلت هنا، واحدة قتلت جوزها بحتة حديد. فرد المدير وقال له هي ليه عملت كده؟ قال له علشان دخل المطبخ بالجزمة وهي لسه ماسحة البلاط ولسه ما نشفش. المدير طيب قبضتوا عليها؟ رد وقال له لا يا فندم احنا بنستنى البلاط ينشف. واحد صاحبنا كاتب على الفيس وبيقول انا عندي سؤال هيجنني دلوقتي. البنت اما بييجوا يدلعوها بيقولوا لها يا بنوته، طيب والصبي هيدلعوه يقولوا له ايه؟ يا صابونه. واحلى تحيه للصابونات. بيقول لك عاجل وفاة امرأة بعد انفجار رأسها بسبب احتفاظها بسر جارتها لمدة 3 ايام. كان الله في عونك يا بنتي. بيقول لك في دراسة بتقول إن الطفل الأول بتكون أمه مربياه تربية كويسة جدا، أما الطفل التاني بيتربى على طول على إيد أخوه، أما الطفل التالت بيجي يربي الأب والأم والإخوات والله المستعان. واحد كاتب على الفيس بيقول لك تخيل إنك تتجوز واحدة مهرها 200 مليون وتقوم الصبح تلاقيها ميتة، أنا والله أفكها وأبيعها أعضاء. واحد بيسأل مراته بيقول لها وصفي ثقتك بيا، قالت له انا ثقتي بيك زي اللبن لما يكون فوق النار، بفضل اراقبه طول الوقت وبس الف وشي بيفور. صدقوني يا جماعه تشبيه متعوب فيه. واحد تاني كاتب على الفيس وبيقول انا بستغرب من المسلسلات لما يرن جرس البيت بتروح تفتح الشغاله واهل البيت كلهم بيبقوا قاعدين في هدوء، احنا بقى لما جرس الباب بيرن عندنا حتى اللي في الحمام بيطلع ماسك بنطلونه ويقول مين اللي بيخبط على الباب. شعب غريب. بنت بتقول لحبيبها تسمح لي ادخل قلبك واعيش فيه؟ قال لها ادخلي، على الاقل هتلاقي اصحابك جوه هتتسلي معاهم. الله يرحمه كان صريح. بيقول لك امتى يكون تركيزك 100%؟ اول ما تدخل حمام والباب ما يكونش فيه كالون، بتكون على اتم استعداد للتصدي لاي هجمه مرتده، بتاخد وضعيه الكونغر. بيقول لك مره اتنين قاعدين على القهوه، الاول بيقول للتاني شايف الست اللي ماشيه هناك دي؟ التاني قال له مالها؟ قال له دي بتضرب جوزها كل يوم بالجزمه. التاني قال له انت عرفت منين؟ قال له انا جوزها. بيقول لك مرة اتنين مساطيل بيتكلموا بعض، فواحد بيقول للتاني تعرف تمشي على دخان سيجارتي؟ رد عليه التاني وقال له لا طبعا انت عبيط، افرض طفيت السيجارة هقع انا. بيقول لك يحكى ان ليلى رأت الذئب وراء الشجرة فسألته انت الذئب؟ قال نعم. ثم رأته وراء صخرة فسألته هل انت الذئب؟ فقال نعم. ثم رأته في مغارة فسألته هل انت الذئب؟ فقال ايوه يا ست انا الزفت، ابوس ايدك سيبيني اعمل حمام بقى. بيقول لك اكتر جملة كنا بنصدقها واحنا صغيرين لما ابوك يقول لك قول الحق ومش هنعمل فيك حاجة، وبعد ما تقول الحق بتاخد ضرب لحد ما تدوخ وتنام. طيب ليه الخيانة طيب؟ بيقول لك هل تعلم ان النحل الذكر ما بيلسعكش ابدا، اللي بيلسعك الاناث بس، حتى وهم حشرات عاملين مشاكل. بيقول لك مرة 3 شباب قاعدين على باب بنت، الأول حلو والتاني وسط والتالت بشع. فجأة طلعت بنت من البلكونة وشاورت لهم بإيديها، الأول قال لها أنا، قالت لا. التاني قال لها أنا، قالت لا. التالت قال لها أنا، قالت له آه. فالبشع انبسط قوي وطلع يجري لحد عندها، وأول ما وصل عند الباب وخبط فتحت الباب وطلعت ابنها الصغير وهو بيعيط. قالت له هتسكت ولا خلي العو ياكلك؟ أهي دي بقى الجلطة ثلاثية الأبعاد.
بيقول لك مرة مدرس ابتدائي بيحكي وبيقول لك وانا قاعد في الفصل لقيت طفل صغير جاي بيعيط قوي، فسألته انت بتعيط ليه؟ قال لي كان معايا 50 جنيه مصروف ووقعت مني. فالأستاذ بيقول قطع قلبي واديته 50 جنيه مكان اللي وقعت منه. وأول ما راح يقعد جنب زمايله فزميله بيقول له انت جبت ال 50 جنيه دي منين؟ قال له الأستاذ كان سارقها ورجعها لي تاني، يعني خير تعمل شر تلقى. بيقول لك مرة واحدة لبنانية راحت على السينما مع جوزها فغمضت عينها في فيلم رعب، فجوزها ضحك قوي وقال لها انت بتخافي من القتل الكذب؟ اذا كان انت بتقتليني في اليوم 1000 مرة بجمالك. فسمعته واحدة مصرية وحبت تقلده فراحت غمضت عنها، جوزها راح هزها بسرعة وقال لها فتحي عينك احنا دافعين فلوس. بيقول لك الأم المصرية وهي بتتكلم في التليفون تفضل تقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا عيني، وبعد ما تقفل المكالمة وتسألها خير يا ماما في إيه؟ تقول لك برطمان المخلل بتاع خالتك اتكسر امبارح، يا ساتر يا رب. بيقول لك مرة واحد بخيل فتح صيدلية، ابنه دخل عليه وفضل يبص على الشامبو، ابوه فهم ان نفسه فيه راح اخد ابنه وراح حلق له شعره زيرو، فروح الولد البيت يشتكي لامه فردت امه وقالت كويس انك ما شفتش معجون السنان. واحد كاتب على الفيس وبيقول ايه حكايه العصابه اللي بتخطف الستات في مصر دي؟ طب وربنا اللي هيقرب لمراتي اللي موجوده في اسكندريه 25 شارع ابو بكر الصديق عماره رقم 14 في الدور الثالث الشقه الرابعه اول باب على اليمين، وانا مش موجود في البيت من 9 الصبح لانسفه من على وش الارض نسف، الله عليك يا ابني. نزار قباني بيقول لو سقطت نساء الأرض أمامك المطر لن تملأ عيني امرأة غير زوجتي. أما المصري بيقول هجيب كيس والمهم لأن حرام النعمة تقع على الأرض. بيقول لك مرة واحد بيكلم خطيبته في التليفون وبيقول لها يا هند أنا مش هقدر أتجوزك، فقالت له ليه؟ رد عليها وقال لها يهون عليكي يبقى اسمي جوز هند، يا ابن جوز الهند غالي احنا داخلين على رمضان. واحد بيقول لك ازاي تتخلص من زوجتك بطريقه قانونيه، اسالها لو اتجوزت عليكي هتعملي ايه؟ هترد وتقول لك هذبحك، المهم سجل كلامها وقدم فيها بلاغ تهديد بالقتل، هتقعد 5 سنين في السجن، انشرها علشان في ناس كتير محتاجه. بيقول لك بسبب الاوضاع الاقتصاديه الصعبه هيتم دمج عيد الحب وعيد الام وعيد العمال ليصبح عيد حب ام العمال، وبناء على ذلك ستصبح أغنية العيد ست الحدايد على الحديدة. بيقول لك مرة الراجل كبير لقى شابين قاعدين فراح قعد وسطهم، فالمهم الاتنين اتفقوا انهم هيتريقوا عليه، فواحد بيقول له يا شيخ هو انت عبيط ولا اهبل؟ قال له انا قاعد بينهم، وده بقى اللي بيتسمى قصف ثنائي رائع. بيقول لك مرة واحد بيقول لمراته بيقولوا ان الست هي اللمبة اللي بتنور البيت، صح الكلام ده؟ قالت له طبعا البيت من غير ست بيكون عتمة، فقال لها ما بالك لو البيت فيه 4 لمبات؟ فردت عليه وقالت له ويا ترى انت عندك كهرباء تشغل؟ ده هي لمبة واحدة والكهرباء بترعش. بيقول لك امتى تحس انك اتفضحت؟ لما تعمل نفسك نايم واللي حواليك بيتكلموا واول ما يقولوا حاجة تضحك تضحك معاهم حتى لو كتمت الصوت بيكون الجسم هزاز. بيقول لك ماذا يفعل الرجال عند خروجهم من السيارة؟ الفرنسي بيمرر ايده على شعره ويلبس نظارته الشمسية، اما الالماني بيستنشق الهواء الطبيعي، اما الياباني بيبص في الساعة بتاعته، اما المصري بيرفع البنطلون. وحكمة اليوم اذا اردت ان تعيش في سلام اسمع كلام المدام. مفيش حاجة اسمها جزء مش رومانسي، ما تظلمهوش، جربي تتكلمي معاه من رقم تاني وهتشوف انذار قباني اللي جواه. بيقول لك مرة واحد بيعاكس المعلمة بتاعته فقال لها عيونك مدرسة ورموشك حصص، راحت ضرباه بالقلم على وشه، قالت له ده جرس الفسحة. بيقول لك مرة واحدة كتبت على الفيس زوجي هو وطني، فعلقت واحدة تانية وبتقول لها الوطن للجميع، وبعد ثانية واحدة اختفى المنشور، وطبعا ده حفاظا على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.